السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير، ما تنسوش تسمّوا بالله وتصلّوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بُصّوا بقى القمر ده، إيه رأيكم في الليفت التحفة ده؟ حاجة كده بيتي وجميلة ومخرشفة وحاجة تحفة. أول حاجة جِبت كده كمية من الليفت زي ما أنا عايزة، دول حوالي 2 كيلو، جِبت عليهم كده بنجرتين. أول حاجة قطّعت الليفت وغسلته وزي ما أنتم شايفين كده بسكينة مشرشرة قطّعته زي ما أنتم شايفين الشكل ده، وقطّعت البنجراية وحاطّاها في الطبق كده. دول حوالي لتر من المَيّة الفاترة، وحطيت على اللتر ده ربع كوباية من الخل، ومعاهم ليمونة، ومعاهم معلقتين كبار من الملح، يعني لكل لتر مَيّة باحط ربع كوباية من الخل، ومعلقتين ممسوحين من الملح، وليمونة، بس كده. بالنسبة الليفت بتاعي حبيت إن أنا أحط فيه ورق لورا، وكمان حطيت فيه شطة، علشان بيبقى كده طعمه مشطشط وجميل، حاجة كده تحفة اللهم بارك. قلّبت كده كل الحاجات دي في بعضها، وبعدين هانزّل في البرطمان بتاعي، البرطمان بتاعِك لو قديم تقدري إنِّك تعقّميه تغسليه بمَيّة سخنة وتعقّميه بالخل، وبعدين تبتدي إن أنتِ تحطّي الليفت بتاعِك كلّه جوّاه. طبعًا لون الليفت بتاعِك عايزاه يبقى غامق ولونه كده أحمر وجميل، بتزوّدي البنجر، حابة إن أنتِ تفتّحيه بتقلّلي البنجر، البنجر هو اللي بيتحكّم في درجة اللون. وبعدين نحط بقى المَيّة اللي أنا أصلًا مسخّناها، ننزّلها كده على البرطمان بتاعنا، ونكون مجهّزين شوية كده حلوين من الأكياس علشان نقفل البرطمان بتاعنا كويس جدًا، ونقفله بقى ونسيبه وأنتِ بتحطّيه على طول تحطّي تحتيه طبق تاني علشان المَيّة ممكن ترتفع شوية، فما تبهدلكيش الدنيا. أنا حسيت كده إن في فراغ، فحبيت إن أنا أزوّد كده كام واحدة، والباقي هاحطه في البرطمان التاني، تقدري تعملي كمية أكتر من كده أو أقل من كده حسب ما أنتِ حابة. ده منظره كده لمّا قفلت عليه، وهاسيبه بقى قعد معايا أسبوع بالضبط، وهاوريكم بقى شكله التحفة أول ما يتفتح، قد إيه كان جميل وكان خطير. باتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم.